اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مش هنقول بقى صباح الخير، هنقول مساء الورد. بتشوفوني الصبح أو بالليل اعتبري صباح الخير أو مساء الخير. أنا أميرة ودي قناتي، إن شاء الله إن شاء الله المحتوى بتاعي يعجبك. بقدم لكم روتين يومي أنا وأولادي، وأنا في البيت عموما بعشق بجد البيت والنظافة والترتيب والنظام، وبشارك معاكم يومياتي. يا رب لو الفيديو بتاعي عجبك وقناتي نفسها عجبتك وخدتِ جولة فيها كده، ما تحرمنيش من الكومنت اللي هيعرّفني عليكِ ويضيف لي أخت هتكبّر العيلة بتاعتي. وفضلًا للناس اللي بتحبني ربنا يديمكم في حياتي وما يحرمنيش منكم أبدًا. ما تنسوش اللايك علشان اليوتيوب يقترح الفيديو أكتر. يالّا نبدأ الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله. الفيديو ده متصوّر يعتبر يعني كانت الساعة زي ما أنتم شُفتوا كده كانت حوالي الساعة 18:00. قُلنا بقى إيه، كفاية يا أميرة بقى كسل، إحنا قاعدين في يومين أجازة، وزي ما اتفقت معاكم وقُلت لكم إن أنا هاحاول في يومين الأجازة اللي بيبقوا خميس وجمعة أو سبت أو كده، إن أنا أهتم بالبيت بقى وأخلّص كل اللي ورايا وكده، على أساس إن إحنا بقية الأسبوع بنبقى مطحونين. فالنهارده قررت قُلت إيه، أميرة غرفة المعيشة بقى لي كتير ما عملتهاش. كتير ده بالنسبة لي اللي هو حوالي مثلًا 4 أو 5 أيام، يا دوبك بس بارُص المخدات كده والّا حاجة، بنكنس الأرض والّا حاجة، ده بس اللي بيتعمل فيها. طيب لأ، الشباك طبعًا عايز يتنفّض علشان أنا طبعًا في دور تاني، فعلى طول أي عربيات رايحة أو جاية أو شارع عمومي أو كده أمّا بتبقي فيه، كل شوية بتبقي عايزة تنضّفي ترابيزات، عايزة تلمّعي، عايزة رفوف، كل حاجة أو شباك نَفْسه عايزة تنفّضيه كده عشان كل الأتربة اللي عليه. وقُلت خلاص بقى أشيل بقى السفنج بتاع الرُكن دوّة، بقى له ييجي 5 أيام أو 6 أيام ما اتشالش من مكانه، وأشفّط أي حاجة تحته. بس هو للمصداقية زي ما أنتم شايفين كده ما كانش تحته حاجات كتير، مع إن أنا ما أعرفش الحاجات دي بتيجي تحته منين يعني، بس ولادي ربنا يبارك لي فيهم ويخلّيهم بيوقّعوا حاجات كده وما تفهموش بتيجي تحته إزاي. علشان إحنا الفترة دي أكتر قعدنا في غرفة الreception. باقعد معاهم يعني يا دوبك باخلّص الأكل وآخدهم وأدخل على غرفة الreception، سواء قاعدين بنذاكر، سواء محمد وملك مخلّصين المذاكرة بتاعتهم مشغّلين الكمبيوتر وقاعدين بيلعبوا عليه. فأكتر القعاد بيبقى في الreception، فعلشان كده تحسّوا إيه، إن اللي هي الصالة مش متبهدلة أوي. بس بما إن كده أنتِ عاملة لنفسِك مثلًا جدول في بيتِك، إن أنتِ كل شوية مثلًا هتخلّصي حاجة ليكِ، مثلًا النهارده بانضّف الغرفة دي، اليوم اللي بعده بانضّف الغرفة التانية، حتى لو هي مش متبهدلة أوي لازم تنضّفيها برضه، لازم يبقى إيدِك في البيت كده زي ما أنا باحاول ما باعمل. صحيح بييجي لي وقت وباقصّر وباتعب وكل حاجة زي ما أنتم شايفينّي دلوقتي أصلًا صوتي، أنا على ما أعتقد إن يعني الشعب كامل داخل عليه برد الأعراض اللي عندنا، اللي هو التكسير الجامد في الجسم، بالوجع في الدماغ، باحتقان، ب ب ب يعني إيه، عارفين كُلّنا كده، أنا وعيالي وجوزي ومامتي باكلمها وولاد أخويا الكل نفس الكلام. يعني على ما أعتقد كل الناس أصلًا الفترة دي بسبب الجو اللي إحنا فيه، ولا إحنا عارفين إن إحنا في صيف، شوية حرّانين شغّلوا المروحة، شوية يطفوا المروحة عشان إحنا بقينا سقعانين. فيا رب يعدّي الأيام دي على خير ويسترها علينا جميعًا ويشفينا ويشفي مرضى المسلمين ويشفي المرضى جميعًا يا رب العالمين. وما يعني إيه، ما يزعّلناش على حد أبدًا من الناس اللي بنحبها، ودايمًا يبقوا حوالينا كده. ربنا يخلّي كل حد بنحبه يا رب حوالينا يا رب. تمام. فأنا قُلت إيه، خلاص حتى لو أنا مثلًا يعني إيه، مش متبهدلة أحاول برضه أنضّفها علشان اللي يخلّيها مثلًا تقعد بقى أسبوع تاني، أسبوعين، 3 هي نضيفة خلاص مش محتاجة يتعمل فيها تنضيفات عميقة، بما إن إيدي فيها على طول. وعايزة أقول لكم النهارده أصلًا أنا بدأت معاكم الroutine بعد الساعة 18:00 بعد الغدا. اتغدينا وخلّصنا، وقُلت إيه بقى، أنا أصوّر ما كنتش عايزة يعني عارفين اللي هو مش متشجّعة أصوّر. قُلت لأ، أنا كده إيه، هانزل وهاخرج يا بنات وأتفسّح. مش هاتفسّح فُسحة أوي يعني، عارفة أمّا تتمشّي شوية وتشتري شوية حاجات أنتِ محتاجاها وكده، هي دي بالنسبة لي الفُسحة والحمد لله. وبما إن كان يومها الخميس يعني وأجازة بقى وبراحتنا وكده، فنزلت من الشقة وكده. قُلت خلاص الأول اللهم صل عليكِ يا نبي، صلّوا على النبي بقى كده علشان ربنا يبارك لنا كده والبركة تزيد في حياتنا. وإيه بقى، استنوا عشان أنا نسيت. وقُلت الأول أنضّف الغرفة زي ما أنتم شايفين كده، وبعد كده إيه بقى هاورّيكم شكلها. شايفين الجمال؟ في الوقت ده كانت خلاص أصلًا الساعة 18:00، الجو على الساعة 18:00 ما بيكمّلش ونُص بتبقى خلاص الدنيا أصلًا ضلِّمت. فعلى ما خلّصتها وكده وكنستها وكده كان خلاص الجو ضلِّم في الوقت دوّة بقى. وبعد كده بقى عايزة أقول لكم إن أنا نزلت من الشقة انطلقت بقى اللي هو رجعت الساعة 00:00 نزلت أنا ورامي زوجي العزيز طبعًا. اتمشينا شوية وجبنا بقى حاجات كنا محتاجينها بجد بقى لنا فترة كده، قال لي: "يالّا ننزل نشتريها بقى وكده." وجبت الحاجات دي. جبت الspray دوّة، الspray ده عسل، عسل بجد، سُكّر كده، حاجة ريحتها خطيرة،
حلو أوي بجد. اسمه إيه بقى؟ استنى أمّا أقول لكم أهوّة اسمه أيوه فيلورنتينا. تمام. هو ب100 جنيه، ما شاء الله عليه كبيرة البتاعة نفسها كبيرة مش صغيرة، ريحته عارفة أمّا تحسّي إن أنتِ قاعدة في جنينة فواكه، جنينة فيها ريحة الفاكهة الطبيعية بجد، هو ريحته خطيرة، يعني لو أنتم شفتوه في مكان هاتوا اللون ده، اللون الأحمر في أسود عشان في منّه كذا لون، ده أجمل ريحة فيهم. وجِبت المحفظة دي أو البوك أو زي ما أنتم عايزين تسموه سموه يعني اللي ليّا، بابقى محتاجاه وأنا نازلة، واللي عندي باظ خلاص. هو كده سوستتين زي ما أنتم شايفين وفيه جيوب كتير وعجبني جدًا وcute وصغنطوط كده. كان في منّه روز وعجبني أوي، بس ما رضيتش أجيبه علشان بيتبهدل، كنت قبل كده برضه جايبة روز وبيتبهدل في إيديّا على طول، باحس إن هو بيغمق وكده، فقُلت لأ خلّينا في لون غامق شوية. وجِبت التوكتين دول، وسلمى بنتي أهو، سامعة يا سلمى؟ وأنا قُلت كتير النهارده والله برضه عارفين أصلًا عايزة أقول لكم إن أنا جايبة دول ليّا، وكل مرّة أجيب واحدة أو حاجة تكسرها، فأنا المرّة دي جِبت المرّة اللي فاتت واحدة كسرتها، خدتها وكسرتها، فالمرّة دي قُلت هاجيب لي 2 واخبّيهم. أول ما صحيت من النوم قامت لابساها في شعرها على طول، فاللي هو يا ماما أنا هالبسها هاخدها يعني هاخدها. ودي بقى توَك لملك، التوَك الصغنطوطة بين الصغيّورة كده شكلها كيوتة خالص كده، جايباها لها برضه أحطها لها في شعرها، وجايبة لها برضه الحلقان العسل اللي أنتم شايفينها دي، أشكال فواكه كده، فراولة، بطيخ، أناناس، كانتالوب، يعني هي أشكالها أصلًا عجبتني جدًا. أنا ما بالبّسش بنتي حلق دهب، عندهم والحمد لله وشايلاه لهم، علشان أنا ليّا مأساة مع الحلقان الدهب يعني هاحكي لكم عليها بس بعد ما أتكلم على الحاجات دي الأول. ودوّة بِنَس لسلمى، بِنَس سمرا كده وبِنَس ملوّنة عشان هي محتاجاهم جدًا، وهي بتبقى ما هي رايحة المدرسة وكده عايزة تحُط بِنَس في شعرها، علشان زي ما قُلت لكم أصلًا المدرسة يعني محرّجة عليهم كل حاجة، حتى التوكة اللي من قدّام برضه لأ. فبس. وجِبت بقى البرفان دوّة، أنا بنحب جدًا برفان التركيب أنا وجوزي، التركيبات اللي بتتعمل، باحس إن هي ريحتها أنتِ بتركّبي حاجات كده أنواع على بعضها بتحسّي إن هي ريحتها جميلة جدًا، جدًا ساعات عن الجاهز بكتير على فكرة. أنتِ مثلًا لو أنتِ عارفة روايح معيّنة مثلًا اعمل لي كذا أو اعمل لي كذا، ولو أنتِ مثلًا مش عارفة أنتِ بتروحي عنده بيشمّمِك كذا ريحة، فاللي بيعجبِك بتعمليه. جايبة برضه الإزازتين دول، واحدة على 65 وواحدة ب35. ورجعت بقى البيت كان لازم أدفع ضريبة الخروجة، مش أنتِ خرجتِ يا ماما واتمشيتِ ورُحتِ اشتريتِ لِك حاجات واتبسطتِ لمدة ساعة والّا ساعتين بعيد عننا، إحنا عايزين حاجة حلوة دلوقتي، الساعة 00:00 يرضيكم؟ طب يرضيكم؟ طب يرضيكم 100 مرّة يرضيكم، ما فيش يرضيكم مش هنتنازل عفوًا، مش هنتنازل عن الرز بلبن يتعمل لنا دلوقتي. فوقفت بسرعة جدًا عملته، وما كانش في وقت أصلًا أصوّره معاكم، وحطيت عليه كده أول ما باشيله من على النار باحط عليه كيس فانيليا وباقلّبه كده وباغرفه في الأطباق. وأنا طريقتي فيه سهلة جدًا على فكرة، أنا مش من البداية باسوّيه في لبن الصراحة، أنا باحط شوية مَيّة صغنطاطين كده يستوي فيه 3/4 سِوَى، وبعد كده أنزل باللبن بتاعي واسيبه بقى إيه مع بعضه كده، حماتي حتى كانت دايمًا تقعد تقول لي اسمه يشكل مع بعضه، تمام. واحط عليه معلقتين نشا محترمين كده واعمل السكر واضبّط السكر، واسيبه على نار هادية شوية كده بالنشا بكل حاجة يمسك مع بعضه كده ويبقى إيه القوام بتاعه مضبوط، وبعد كده خلاص على كده زي ما أنتم شايفين باغرفه في الأطباق. وبرضه من الناس اللي مش بنحبه تقيل جدًا، يعني أنا باشوف ناس معيّنة بيعملوه تقيل أوي، بييجوا يغرفوه كده بيبقى باين عليه إن هو تقيل أوي، لأ إحنا مش بنحبه كده خالص. بعد كده بقى عايزة أقول لكم إن أنا اللهم صل على النبي، تاني يوم بقى، أميرة بقى نمنا في اليوم ده خلاص، خلّصنا كده اليوم بتاعي خلص، جينا يوم الجمعة بقى، يوم الجمعة صحينا فطرنا واتغدينا، وجيت بقى بالليل كده على الساعة مثلًا 18:00 برضه، ده كان شكل المطبخ الجميل الcute خالص. وادفعي يا أميرة ضريبة الخروجة بقى واقفي اغسلي، وشايفين الكلام شايفين محمد ابني؟ هتقولي لي ده يا أميرة إيه، هاقول لكم كان بيلعب شقلباظات. نمت في يوم زي أي أم طبيعية جدًا، ما إحنا بننام، ما هو إحنا مش بننامش يعني. صحيت تاني يوم الصبح، جاية أدخل المطبخ عادي كده واقفة عادي، فحسيت إن في حاجة غريبة تحت إيديّا، بابُص كده باقول إيه دوّة، لقيت المطبخ نفسه قطعة المطبخ مكسورة من بدايتها لآخرها، ما شاء الله اللهم بارك. إيه دوّة؟ كُلّه بقى أنتم عارفين الأطفال الأبرياء، والله ما أنا ما أعرفش، بس في الآخر يعني عرفت إن محمد كان طالع واقف عليها، ما تفهموش ليه، بس هو طلع وقف عليها فهي انكسرت، فالحمد لله وقدّر الله ما شاء فعل. ودي بقى إيه، نتيجة الشقلباظات اللي ابني بيعملها في المطبخ عندي.
فجينا بقى إيه، جيت تاني يوم دوّة بقى يالّا يا أميرة بقى إيه، مش اتغدينا بقى وخلّصنا وكل حاجة، وعايزة أقول لكم في اليوم بقى ده تاني يوم ده كان التعب بقى اللي هو ده البرد اللي داخل عليَّ زايد عليَّ، وجسمي بينشر بطريقة صعبة، وساعتها لقيت عندي برشام اسمه cold and flu دوّة بتاع البرد، وسيتازول خدت برشامتين، وحاولت بقى أدخل المطبخ، قُلت ده مش منظر مطبخ، ده مش منظر ده ما ينفعش مطبخ أصلًا، أحاول أدّيكم أي جرعة إيجابية وطاقة كده واحاول أنشّطكم، يالّا أي واحدة بتتفرّج عليَّ المطبخ بتاعِك يعني يضرب يقلب، المطبخ بتاعِك لسه ما اتغسلش المواعين أو عايز يتنضّف بجد، يالّا اتشجّعي وقومي حُطّي التليفون بتاعِك كده من إيدِك وشوفي مصلحة البيت وشوفي اللي وراكِ، حتى لو أنتِ تعبانة زي كده حاولي تاخدي لِك برشامتين وتشجّعي واستعيني بالله وقومي خلّصي اللي وراكِ. وقفت كده زي ما أنتم شايفين بدأت الأول قُلت أغسل كل أماكن المطبخ كلّها كده الأول وأنضّفها على أساس كل حاجة تبقى مرصوصة على نضافة، ونخلّي آخر حاجة بقى المواعين، فقرة المواعين دي. تعالوا بقى وأنا باغسل معاكم فقرة المواعين دي للناس اللي بتحب أصلًا المواعين بقى وفقرة المواعين وأنا باغسلها قدّامكم أهو، اتشجّعي يالّا بقى واتحمّسي وقومي خلّصي اللي وراكِ. تعالَ أحكي لكم مواقف بقى اللي حصلت معايا بمناسبة الحلقان اللي كنت بالبّسها لبناتي. أولًا أول تجربتين ليّا مع الحلق الدهب لسلمى وملك، كل شوية البريمة تُقع، أول تجربة مع سلمى البريمة وقعت، يا بنتي ونقعد ندوّر عليها ما بالاقيهاش، فاقوم رايحة مشترية مثلًا بريمة للحلق تانية كده عشان ألبّسه لها تاني، تاني مرّة قُمت ملبّساها لسلمى ما شاء الله اللهم بارك الحمد لله يا رب يعني اتخطفت. هتقولوا لي يا أميرة أنتِ بتهرّجي والّا بتتكلمي جد؟ والله اتخطفت. واحدة بنت حلال كده بنتي كانت واقفة مع جدها على باب البيت الله يرحمه ربنا يرحمه برحمته بقى، اللي وصل لحد الفيديو لحد اللحظة دي يترحّم على حماه كده، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اجعل قبره من رياض الجنة يا رب العالمين، بجد، يعني ادعوا له بجد بقى واكتبوا لي في الكومنتات بقى فضلًا وليس أمرًا. تمام، فكانت واقفة مع جدها، فشوية كده جدها يعني إيه عارفين اللي هو ما خدش باله منها مش خدش باله منها، لَف كده كان بيعمل كذا حاجة بيكلم حد، ما خدش ثواني وبنتي اختفت، اللي هو البت فين، راحت فين، سلمى راحت فين يا جماعة؟ سلمى في الوقت ده كان عندها 5 أو 6 سنين، سلمى راحت فين؟ سلمى مش موجودة، ندوّر على سلمى، سلمى مش موجودة، أتاري واحدة بنت حلال كده وجايبة معاها بنتها الصغنطوطة يالّا أنا باقول لكم القصة دي علشان يعني إيه تخلّي بالكم، معاها بنت صغيّرة كده زي بنتي مثلًا ممشياها زي بنتي، قالت لها إيه، أول ما جدها مثلًا لَف عنها كده وما بصّلهاش، قالت لها: "تيجي نجري، تعالي نجري وأنتِ نشوف مين اللي هيسابق." والشارع بتاعِك منه طبعًا الشارع عمومي فمفتوح، فقامت بنتي طفلة بقى طبعًا فجريت مع البنت من غير ما تعرفها على طول تشوف مين اللي هيسابق، فبعد أمّا جريت شوية بعدنا مثلًا بحوالي 3، 4 متر كده، قامت تقول لها تاني إيه، تيجي نشوف مين اللي هيوصل لأول الشارع أكتر تاني، فقامت بنتي جريت معاها تاني، قامت جات على أول الشارع وطبعًا مامتها أو أختها اللي ماشية معاها الست الحرامية المحترمة بنت الحلال يعني اللي ماشية بعيد عنهم وراهم هي بتراقبهم بس، قامت البنت جاية بعدها بشوية تقول لها إيه، تيجي معايا أجيب pampers لأختي، قامت بنتي قالت لها طب ماشي، وقعدوا يشدوا بنتي كده لحد ما وصلوها مثلًا بعد بيتي بشوية كتير، 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 وقامت بقى عملت لها الفيلم العربي الساقط اللي أنتم عارفينه بتاع إيه ده حلقِك فين؟ إيه ده، ده هيُقع الحقي، قامت قالت لها في إيه؟ قالت لها ده هيُقع من ودنِك، طب خدي بُصّي هاحطه لِك في المنديل ده وادّيه لماما، وبنتي مقتنعة تمامًا وقعدت شهر كامل مقتنعة وبتعيط وعندها حالة إن الحلق في المنديل وأنا اللي باضحك عليها. تمام، وربنا ستر في اليوم ده بجد إن هي سابتها، يعني هي مثلًا خدت الحلق منها وسابتها بعد بيتي بشوية كده، وإحنا الحمد لله عرفت ترجع الشارع تاني، والحمد لله إن ربنا ستر أصلًا وهي رجعت، باحمد ربنا دائمًا وأبدًا بجد يعني. ومن ساعتها بقى وأنا أصلًا قررت خلاص ما فيش حلق دهب تاني، جات ملك برضه جات أول ما اتولدت فترة لبسته لها، وسبحان الله لوحدها برضه البريمة بتاعتها وقعت، ومن ساعتها شِلت الحلقين منهم، وقررت إن أنا مش هالبسهم أي حلقان دهب خالص لحد ما يكبروا، وبقيت بقى إيه أجيب لهم زي ما أنتم شايفين كده، لا حلقان صيني، دهب صيني، لا الأشكال اللي بالطريقة دي يغيّروا فيها، بس عشان أنا مش ناوية أتقرص تاني ومش ناوية حد يتخطف تاني الحمد لله. وكده الفيديو بتاعي خلص معاكم، يا رب أكون شجعتكم، يا رب تكوني حبيتيني، وشكرًا على متابعتِك ليّا، باي باي.